السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدين ومتابعين قناة الكرة مع صبري. طبعا من امبارح الدنيا قامت وما عادتش علشان تعادل الأهلي مع المصري، واللي المفروض إن احنا نعرفه إن ما ينفعش يا جماعة الأهلي يتعادل، ما ينفعش الأهلي يتهزم. الكرة ما بتقولش كده، مش الكرة العالمية، لا الكرة المحلية، الكرة المصرية ما بتقولش كده. الأهلي يتعادل أو يتهزم، لا ما فيش الكلام ده. أنت بتهزر ولا إيه؟ أنت كحكم جاي تبوظ لي الماتش؟ ما الحكام كلها بتيجي وبراضيها والدنيا بتمشي كله تمام، عشان محدش يزعل مني من اصدقائي بس. فاشمعنى انت جيت عملت كده؟ انت الشيك ما وصلكش ولا ايه؟ هو ده اللي جماهير الاهلي بيفكروا فيه. بعد الماتش طلعنا الحجج. الحكم من منطقة اسماعيلية، واسماعيلية بتكره المصري، بتكره الاهلي. يعني ما ينفعش حكم من مدن القناة يجي يحكم ماتش الاهلي، والحكم ده بيحكم درجة تانية بين طلخة وكهرباء مش عارف ايه، فريق الحمام وفريق العصافير. هو مش حكم يعني. هو الناس اللي تحت اللي مش بيلعبوا كوره زي الكوره اللي فوق؟ هو مش قانون الكوره اللي تحت زي قانون الكوره اللي فوق؟ هو في ماتش كبير وفي ماتش صغير، انا معاك، بس ده حكم. يعني ده القانون مش بيختلف من مباراه لمباراه. لا، هو غلط فيه وليد عبد الرازق امبارح. ما احنا اتفرجنا على الماتش، الاهلي اللي اهدر الفوز، الاهلي ضيع هدفين في الشوط الاول، وضيع في الشوط الثاني برضه. الحكم غلط فيه، غلط عشان ادى محمود متولي انذار في اخر المباراه. طب وانت رايح تعترض ليه على الحكم؟ كابتن سيد عبد الحفيظ، انت برضه رايح تعترض ليه على الحكم؟ وانت من اول الدوري انت في الموسم اللي فات اتطردت بتاع 7 مرات، اتطردت اكتر من لعيبه في الملعب بسبب برضه اعتراضك الغير لائق على اي حكم. رايح تعترض ليه؟ طيب احنا برضه عشان يعني ما نكونش بنتحامل على اي فريق، احنا قلنا اداء التحكيم سيء. اداء التحكيم من اول الموسم سيء، ولسه في اللي جاي هيبقى اسوأ. ليه؟ قلنا 100 مرة احنا جايبين حكم يطور التحكيم، احنا جايبين خبير اجنبي عشان يطور لنا التحكيم، عشان يعلم الحكام تقف ازاي وتجري ازاي واللقطه دي تتحسب ولا ما تتحسبش، والاحتكاك ده يتحسب ولا ما يتحسبش، واللمسه دي لا. فين هو الخبير الاجنبي؟ شغال في مكان تاني. بيقبض بيقبض. الله، يعني شغال في مكانين وبيقبض؟ ده احنا مش لاقيين ناكل في مصر. شوف بقى، اتحاد الكرة غني، بنطلع الدولار اللي الناس اصلا مش لاقياه، واللي مرتفع، سعره مرتفع وكل يوم بيزيد، بنديه لواحد شغال في مكان تاني عشان خاطر بياخد اللقطات اللي في المباراة، بيحللها وهو قاعد بره، ويبعت لنا اللقطة عن طريق التليفون. اللقطة دي فيها اوفسايد، اللقطة دي هدف، اللقطة دي كانت ضربة جزاء، اللقطة دي مش عارف ايه، انا مع قرار الحكم، انا ضد قرار الحكم، وهكذا. يا جماعة هو ده ينفع؟ ينفع في مصر، ينفع اي حد بيجي ياكل عيش في مصر الا اللي في مصر. فطبعا الوضع لو استمر على كده هتحصل كارثة في الدوري، بجد هتحصل كارثة، لان التحكيم سيء. الحكم، اتفرجنا على اللقطة البارزة واللي بتحصل كل 100 سنة، ان حكم طرد لاعب في ماتش بيراميدز وفيوتشر، طرد لاعب واستأنف اللعب، واللاعب لسه في الماء. انت بتهزر؟ وده الف ب تحكيم. يعني لاعب مطرود واخد كارت احمر لسه ما خرجش من الملعب، والبي استأنف اللعب ويلعب. يا نهار اسود، دي كوارث. هي الحكام عايزه توصل لنا رساله ايه؟ ان اتحاد الكوره يقل كلاتنبرج؟ ما انا قلت كده، قلت ده والله، ده توقعي. الحكام بتتعمد تغلط في ماتشات الاهلي والزمالك علشان الدنيا تقوم والاعلام يقوم والانتقادات وكده، ونقول لا رئيس لجنه التحكيم فاشل، وهو فاشل اصلا. ايوه هو فاشل. هو فين التطوير اللي احنا شفناه من اول الدوري؟ الزمالك اتظلم في 3 مباريات، والاهلي في كذا مباراه الحكم بيزود في الوقت الضايع لحد ما الاهلي يتعادل، ان كان مغلوب، او ان كان متعادل لحد ما هو يحاول ان هو يفوز. وشفناها كان في ماتش
الاهلي وفيوتشر لما سعد سمير شد برونو سافيو كده بالمشبك، ووقع برونو سافيو وكانه مقتول، واتحسب ضربه جزاء في الدقيقه 97 وقفش شاطها وضاعت. وفي ماتش السيراميكا لما كان متعادل مع الاهلي ضربه ركنيه للاهلي في خلاص الوقت خلص، ضربه ركنيه ورايحه بهجمه مرتده، الحكم ما رضيش يسيب الهجمه لان كان رايح 3-1، كان ممكن يخلصوا الماتش والاهلي يخسر، الحكم راح مصفى. لكن في ماتش تاني الحكم سايب ضربه ركنيه تتلعب وترجع وتترفع وتيجي والوقت اصلا خلص لحد ما الاهلي جاب الهدف. فالتحكيم في خطر، التحكيم في خطر، والاهلي ما بيحبش يتعادل او بيحب يتهزم، نطلع شماعه التحكيم على طول. طب ما الزمالك لا، انت ما تطلعش شماعه التحكيم، انت لازم تفوز بعرق، انما احنا متعودين بنفوز بحاجه تانية غير العرق، مفيش عرق في الشتاء. ده اللي كان عندي، ولسه عندي كتير في موضوع التحكيم. وطبعا ما تنسوناش بالدعم والاشتراك في القناه علشان يصلك كل جديد. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.